السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا يا شباب النهاردة نتكلم عن ال R730 ديل الباور اتش. ده لسه طالع من الكرتونة، انا اشتريته باي 107 يعني ب7 هارد ديسك. كل هارد ديسك 300 جيجا 15K ساس. الدل ده فيه سوفت وير وهارد وير باك اب سوليوشن. هنا بيركب هارد ديسك اكسترنال، بيبتدي ياخد باك اب بعد ما بنحط الويرز. تمام، هنشوف حاجه اسمها اي دراج، دي حاجه لذيذه جدا. ده شكل السيرفر من قدام، وده شكل السيرفر من ورا. طيب خلينا نبص كده، نبتدي من اليمين. عندنا 2 باور سبلاي، انا فعليا مشغل واحد لان انا هبتدي اشتغل عليه دلوقتي. بعد كده عندي 4 كارت نتورك، عندي 2 USB، عندي الفيجا، عندي ايثيريال، عندي الاي دراج. الاي دراج ده هو اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، وهو ده اهم حاجه تقريبا. ده ميزته كالاتي: انت لو موجود في مكان غير اللي موجود في السيرفر، مفترض ان انت كل اللي هتعمله ان انت هتركب كارت نتورك. ممكن تطلبه من اي حد من الهيلب ديسك عندك، كارت نتورك عادي جدا. في الاي دراج بالظبط كده، ده بيديك الميزه ان انت تكنترول السيرفر كانك قاعد قدامه بالظبط، بس وانت في اي مكان تاني في العالم طالما قادر توصل او الكابل بتاعك واصل انترنت. طيب هنبتدي نشغل السيرفر. بسم الله. طبعا هو صوته بيبقى عالي في الاول لغايه ما يتشيك كل حاجه وبعدين يقف. طيب هوصل له ازاي؟ هنشوف بقى الشاشه دي. هنبتدي هنا بس، وبعدين نيجي هنا سيت اب او فيو. الديل 730 باي ديفولت بياخد اي بي في الاي دراج، اي بي فيرجن 4 192 168 0 120. ده هو جاي من المصنع كده. انت ممكن تغيره، ممكن تيجي كده وتغير. طيب تحط السبنت ماسك بتاعك، تحط الجيت واي، وتحط الدي ان اس. ده اي حد ممكن يحطه في اي مكان تاني، وبعد كده انت تتعامل مع الجهاز. حلو جدا. انا دلوقتي عندي 192 168 0 110. ده اللي انا هبتدي افتحه من اللابتوب بتاعي من مكان تاني خالص بعيد عن السيرفر ومكانه.